الفيديو بتاع النهاردة هكلمك عن 3 حاجات لو التزمت بيها وخليتها روتين في حياتك هتتغير 180 درجة. فركز معايا وتعال نشوف الموضوع بتاع النهاردة. بس قبل ما نبدأ متنساش انك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، ويلا بينا. اول حاجة وقتك، دي اهم حاجة لازم تركز فيها. مفيش حاجة اسمها ساعة تعدي في يومك كده، مفيش حاجة اسمها دقيقة مش محسوبة. انت لازم كل يوم تبقى صاحي وعارف كل ساعة رايحة فين. وعايز اقولك ان انت تفضل قاعد بتسكرول كده وماسك بقى الفيس والانستجرام والكلام ده، او ان انت مقضي يومك بقى مع اصحابك وخروجه وخاربها. كل دي حاجات انت يعني فاكر ان انت كده بترفع عن نفسك، ولكن فعليا انت هتندم على الكلام ده. وعايز اقولك انك بعد كده اصلا هتحس بندم، وهتحس ان انت ضيعت عمرك وضيعت وقتك في حاجات ملهاش لازمة، وعملت حاجات ما ودتكش في اي حتة. يعني انت مثلا قاعد بتسكرول على الانستجرام كده، انت ما عملتش اي حاجة. فعليا انت ما عملتش اي حاجة توديك في اي حتة خالص، انت عملت حاجة توديك في داهية بس. طيب هتقولي ازاي؟ هقولك ان الموضوع ده ليه تأثيرين. اول حاجة ان انت ضيعت وقتك، ان انت الوقت ده كان ممكن تستغله في حاجة تانية ليها لازمة. دي اول حاجة. تاني حاجة ان انت هتحس نفسك دايما متأخر، وهتحس نفسك دايما ان انت هتحس احساس سلبي، هتحس ان الناس كلها سباك، هتحس ان انت حد فاشل مش عارف يعمل اي حاجة، وهتحس ان كل الناس اللي بيخرج واللي بيتفسح واللي بياكل واللي بيشرب. فاحساس سلبي ملوش اي لازمه، هيبوظ لك باقي يومك. فهتلاقي نفسك ان انت بوظت الدنيا، ضيعت وقتك، وفي نفس الوقت انت نفسيا خلاص ما بقتش حاسس ان انت ايا كانت الحاجه اللي هتعملها هتحس ان هي ايه، لا ده الناس كلها سابقاني بمراحل. فخلي بالك من وقتك، ودايما خصص لكل ساعة ولكل دقيقة عندك مهمة تعملها. لازم يومك يكون بيتلخص في شغلك أو المذاكرة وصحتك، تهتم بصحتك وتطوير بقى ذاتك. يعني هتتعلم حاجة، هتضيف لنفسك حاجة تنقلك حتة تانية بعدين، لأن أكيد أنت بمعلوماتك الحالية وبدماغك الحالية أنت مش هتروح أبعد من اللي أنت فيه دلوقتي. يعني زي ما بيقولوا كده، اللي جابك هنا مش هيوديك هناك. اللي عندك دلوقتي مش هينقلك لخطوة تانية قدام غير لما تزود اللي عندك. وطبعا ما بقولكش ان انت تعمل ده طول حياتك. انت عندك 6 ايام في الاسبوع، ماشي بالنظام ده، ويوم هلس فيه براحتك، يوم اخربها، اعمل اللي انت عايزه. بس لو حافظت على الموضوع ده صدقني حياتك هتتغير. وده هياخدنا للنقطة التانية، وهي ان صحتك وتطوير ذاتك هم اهم حاجة. دول اكتر حاجة انت لازم تحط فيها تركيزك. يعني صحتك مفيش حاجة اسمها الرياضة رفاهية او الجيم رفاهية، مفيش حاجة اسمها كده. انت لازم تخلي بالك من جسمك، لان يعني ليه تعيش بجسم تعبان او تحس ان انت جسمانيا مليان شوية؟ ليه؟ ما مفيش اي داعي لده. لا، انت اهتم بصحتك والعب رياضة، روح جيم، اعمل اي حاجة من الحاجات دي، واهتم باكلك ونومك. انت لو اهتميت بالثلاث حاجات دول صحتك هتكون افضل. بالنسبة بقى لتطوير ذاتك، فانت لازم بعد ما تخلص شغلك او تخلص الجامعة بتاعتك تدور على حاجة انت بتحبها ايا كانت، واقعد جرب لطش، مفيش اي مشكلة. اقعد جرب ويعني شوف كل حاجة قدامك جربها. وما بقولكش جربها ساعة ولا ساعتين، لا، اقصد تجربها دي يعني تقعد فيها مثلا 3 شهور ولا حاجة، تقعد تجربها وتتعلم فيها. وعايز اقولك ان مفيش حاجة من دي هتخسر. يعني حتى لو دخلت مجال او جيت جربت مجال وما عجبكش، فاللي انت اتعلمته هيفيدك في يوم من الايام. مفيش علام بيخسر. لازم تقعد تدور على حاجة انت بتحبها، وحاجة تلاقي شغفك فيها، لان مع الوقت انت ممكن الحاجة اللي انت اكتشفت انك بتحبها وتعلمتها واديتها وقتك ممكن تلاقيها بتطلع لك دخل او بتجيب لك عائد زي الشغل بتاعك. وساعتها هنا انت ممكن بقى تحط تركيزك وحياتك كلها فيها. وعايز اقولك برضو ان الموضوع ده مش رفاهية، انت لازم تعمل ده. انت لازم تلاقي حاجة انت فعلا عايش عشانها، وحاجة فعلا انت بتحبها وما عندكش مشكلة انك تشتغل طول عمرك فيها. لازم تلاقي ده. يعني مثلا اللي يعرفني شخصيا يعرف ان انا اساسا بعزف كمانجا، وده تحول لكارير على فكره. يعني انا اساسا محاسب. الحاجه اللي انا بحبها وبدات اعملها بعد دراستي او بعد شغلي اتحولت لشغل، تحول فعلا، لان انا يعني الحمد لله ليا اسم في الموضوع ده. فالكلام ده مش رفاهيه، انت لازم تلاقي الحاجه دي. تالت حاجه بقى واخر حاجه، لازم تفهم ان كل حاجه في ايدك. مفيش حاجه اسمها اصل انا محطوط، اصل انا ظروفي كذا، مفيش حاجه اسمها كده. انت اي حاجه في ايدك لو عايز تغيرها هتغيرها. كل حاجة انت بتقدر تتحكم فيها، سواء كان شغلك، سواء كان صحتك، سواء اي حاجة من الحاجات اللي اتكلمنا فيها من شوية، فهي بايدك. انت اللي بتقدر ان انت تتحرك وتغير الوضع اللي انت فيه. الوضع اللي انت فيه دلوقتي ده محدش هيغيره غيرك، فما تستناش بقى ان معجزة تحصل او حد يجي ينقذك من اللي انت فيه. مفيش حاجة اسمها كده. انت عشان فعلا تغير وتبقى احسن لازم انت اللي تقرر تعمل ده. وافتكر دايما ان كل حاجة بايدك، انت اللي تقدر تغير كل حاجة. اتمنى يكون الفيديو فادك باي حاجة، واتمنى ان انت تكون فعلا حطيت الكلام في دماغك وبدأت تطبقه.
مش فيديو كده سمعته وخلاص. وما تنساش بقى انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتابع الانستجرام عشان بنزل ستوريات كده، يعني ايه، بتناقش معاكم في الموضوع بتاع الفيديو اللي جاي. واشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.